في برنامجنا في مقدماتنا نشخص حالة اجتماعية ثقافية سلبية وعسى أن نجد لها الحلول. اليوم خلينا نتكلم عن موضوع يجوز الأغلبية يعانون من عنده، وهو موضوع تواجد التوك توك في المناطق الشعبية. بالمناسبة قبل لا أتكلم، التوك توك إلها إيجابي؟ أي نعم إلها إيجابيات. يعني يحل الرجل صاحب التوك توك أسعاره جدا بسيطة، يحل مشكلة يعني الذهاب من منطقة إلى منطقة، لهم دور إيجابي. ولكن لانه صاحب التيك توك اغلبيتهم مشاهدين هم من الفئه المراهقه، وذولا ولدنا وابنائنا، والمراهق خلص هاي عقليته امكانياته، يعني هاي طبيعته هو. القسم منهم يخلقون فوضى بالشارع، القسم منهم يخلقون فوضى بالشارع، اضافه انه صاحب هذا الشاب المراهق بس عنده مشكله يميل الى جماعته، يعني ماكو تلقى اذا صارت مشكله يجتمعون التكاتك مع بعضهم. هاي قد تخلق لنا مشكله، بالشارع وخاصه في المناطق الشعبيه. شنو هو الحل؟ التوك توك ناس يشتغلون على باب الله وحياهم الله، ويحلون المشكله واسعارهم جدا رخيصه والها ايجابيات، هاي كلها متيمعته. الحل في سبيل نقدر نضبط البعض منهم وترقم جميع التكاتك. اي نعم قانون الترقيم موجود، ولكن التكاتك في المناطق الشعبيه يا مشاهدينا ما مرقمه. فمن هذا برنامجنا مقترح انه ترقم جميع التكاتك حتى في المناطق الشعبيه، ويكون رسوم الترقيم اسعار تنافسيه او اسعار رمزيه، في سبيل لا يتعذر ابو التوك توك بانه اسعار غاليه، لا، اسعار رمزيه ونطمه له شهر، وورا الشهر تنزل مفارزنا وقواتنا الامنيه، اي توك توك غير مرقمه تسحب وتصادر. بالمناسبه اي سائق توك توك او اي شاب مراهق من يحس انه التوك توك مالته مرقمه والترقيم بعنوان وباسم، راح يكون هناك انضباط نفسي. اما اذا يحس نفسه انه التوك توك مالته غير مرقمه، يعني ما حد يحاسبه، فاكيد ينخلق نوع من انواع عدم الانضباط. اذا هذا الترقيم نستفاد منه انه يحس ابو التوك توك او البعض منهم يحسون انه هنالك رقيب عليهم، وهو الرقم اللي بعنوان واسم، فيكون هناك انضباط بالشارع. في المناطق الشعبيه هنالك من قبل البعض من التكاتك عدم انضباط وفوضى مخلوقه بالشارع. فالحل هو هذا، ومقترحنا بالبرنامجنا هو هذا الترقيم الكامل، هو هذا الحل. وتنزل مفارزنا الى هاي المناطق الشعبيه، مفارزنا وقوات الامنيه البطله، او اي توك توك ما مرقمه تصادر. هنا راح نلقى حل لهذه المشكله. اكو هناك نوع من انواع الفوضى في المناطق الشعبيه، لان التكاتك بالمناطق الشعبيه يا اخوان غير مراقبه. يعني اليوم هاي حبيت فقط اتكلم في هذا الموضوع في مقدمه برنامجنا، لانه هاي حاله سلبيه شخصناها انا والاستاذ علي الموسوي.